السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن بعض الرموز في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي مشتركش في القناة يا جماعة يا ريت يشترك. بص يا حبايبي، رؤية قص الشعر في المنام ده من الرؤى المستحبة، عشان انت لا قدر الله ان انت تشوف الشعر متشال خالص او الشعر لا، انت بتقص القصة وعجباكي، بتبقى القصة جميلة، دي تسوية امور في حياتك، ده دل على الخطوبة والزواج للبنت العزباء، دل على تسوية امور للست المتزوجة. طيب لو شفت ان انت شعرك منكوش وبتسرحيه تظبط امور عندك، بتعدلي من حالك، بتسوي امورك، فك ضيقه، لانك الشعر بيبقى منكوش وماسك في بعضيه، فانت بتسلكي الدنيا، بتسرحي بتسلك معاكي. تمام. طيب ده بالنسبه للست. بالنسبه للرجل، تسريح الشعر للرجل بانتظام دليل على وقاره، دليل على جماله، دليل براحة نفسية وأمور سهلة عنده. أما طول الشعر بالنسبة للرجل مش مستحب، دليل على حاجات، لأن لما بيجي يروح العمرة أو يعمل حج فبيشيل شعره خالص، فده بيبقى تسوية أمور عنده، دليل على الرزق ودليل على يعني استقراره في حياته وفي عيشته، ده لأنه من وجهة جماله ومن الرقي بتاعه، مش الماشي متنعكش وشعره منكوش، لا، دي رؤيته غير مستحبة. أما بالنسبة يا جماعة للحاجب للست، حاجبها كثيفة الشعر وجميلة، دل على الذرية، دل على الإنجاب. أما البنت العزباء دل لها على الزواج، لما تلاقي حواجبها متسوية وكثيفة ولونها أسمر كده وتقيلة دلل على الزواج. بالنسبة للطالب أو للطالبة، لو شاف نفسه إن حواجبه كثيفة وشكلها جميل ومتساوية دلل على النجاح ونجاح بتفوق. أما بالنسبة للميك اب يا جماعة، لو انت شفت في المنام البنت العزباء، لو شافت في المنام انها بتحط ميك اب والميك اب جميل ومظبوط وعاجبها أوي، فرحانة بيه، وشها الفيس بتاعها كده جميل، ده دليل على اقتراب خطوبة أو زواج لها، وبالأكتر لما تكون لابسة الفستان كمان. بالنسبة للست المتزوجة، لو شافت نفسها ان هي بتحط ميك اب والميك اب مظبوط ومعقول في وشها، وشايفة انها مبسوطة ان هي الفيس بتاعها جميل كده، الدنيا بتاعتها بتبقى جميلة ومتظبطة وعيشتها حلوة ورزق وراحة بال وطمأنانة وسكينة وحاجة جميلة جدا الميك اب لما تكون متساوية. اما لو شفت نفسك ان انت حاطة ميك اب بطريقة وحشة وخايفة منها، الكحل متلخبط، الميك اب متلخبط، حتى مكياج وحش، دي لا قدر الله مشاكل وهم وغم، لا قدر الله عزكم الله، رؤية غير مستحبة. بالذات بقى لو بتحط الروج والروج الصبع، الروج ده اتقطم منك او ما عرفتيش تحطي، امور مش يعني امور واقفة عندك، متعطلة عندك، في مشاكل بينك وبين زوجك، في حاجات متعطلة في حياتك كتير، فالرؤية بتبقى غير محمودة، فتصلي وتدعي ان ربنا يبعد عنك الحاجة الوحشة دي، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.